وردت كل الطيور وزهت دنيا الحبور، ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين. مرحبا أهلا وسهلا صحبة كنتم وأهلا، ولنقل للجهل مهلا ذاك حفل الناجحين، ذاك حفل الناجحين. ألف مليون مبارك ربنا زدهم وبارك، كلكم في المجد شارك، نعم أجر العاملين، نعم أجر العاملين. وردت كل الطيور وزهت دنيا الحبور، ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أيها العلماء، ومرحبا بكم أيها الوالدون والوالدات، ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، ومرحبا بكم جميع المشاركون بأيد مفتوحة وقلوب مسرورة. مشاركتكم معنا مهم جدا بالنسبة لنا. بمثل هذه المناسبة تملأ في فؤادنا فرحا وسرورا، وفي همتنا قوة وارتفاعا، شعورنا لا أستطيع أن أعبرها فرحا وسرورا. وأقول لكم أيها المستمعون الكرام، ترحب العلماء والضيوف بآداب حسنة. تحفة الأطفال، التأليف شيخ سليمان بن حسين بن محمد الجمزوري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله. يقول راج رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري، الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال، أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. أحكام النون الساكنة والتنوين: للنون إن تسكن وللتنوين 4 أحكام فخذ تبيني. فالأول الإظهار قبل أحرفي، للحلق 6 رتبا فلتعرفي، حمز فهاء ثم عين حاء، مهملتان ثم خير خاء. والثاني إدغام ب6 أتت، في يرملون عندهم قثابتت، لكنها قسمان: قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما، إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم سنوان تلا. والثاني إدغام بغير غنة في اللام ور ثم كررنه. والثالث الإقلاب عند الباء ممن بغنة مع الإخفاء. ورابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل، في 5 من بعد 10 رمزها، في كلم هذا البيت قد ضبنتها. صف ذاتنا كم جاد شخص قد سماد طيبا زد فيه تقاضع ظالما. ويليه متن الجزرية في التجويد: يقول راجعا في رب سامعي محمد بن الجازري الشافعي، الحمد لله وصلى الله
على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد إن هذه مقدمة فيما على قريئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات، محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع ومنصول بها وتاء أثنى لم تكن تكتب بها. باب المخارج الحروف. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، فالآلف الجوفي وأختها وهي حروف مد للهواه تنتهي. بزينتها فليفتى فقط الروح أرواح المعاني وليس بأن ضعنت ولا شربت، وخذ وخذ بالجد فيه فإن أعطاك الله انتفعت، فإن أعطيت في ضويل باع وقال الناس إنك قد علمت، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوفيق علمت فهل عملت، فرأس العلم تقوى الله حق وليس بأن يقال لقد رأيت. منظومة البيقونية فضيلة الأستاذ حسن محمد المشاط رحمه الله. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وذي من أقسام الحديث العدة وكل أحد أتى وحتى، أوله الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولا يشد أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في الضبط ونقله، والحسن المعروف ضروا وغدت رجاله لك صحيح اشتهرت، وكل ما عرضت الحسن مصروف فهو الضعيف وقسم كثر، وما أضيف لنبي المرفوع وما للتابعي والمقطوع، والمسند المتصل الإسناد من راوي حتى المصطفى ولم يبن، وما بسمع كل راوي يتصل إسناده للمصطفى والمتصل، مسلسل كل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى. الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، ذي النعم الوسيعة الغزيرة والحكم البهيرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز المراتب الفخار. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك ودرا ويكشف الحقا لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب، فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، لترتقي في العلم غير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفران والبر. بسم الله مقعبا أبدأك بلاوي اللي الرحمن حديث قود نحرستا الرحيم متقارند مؤمنين نحرستا. أرأيت يا ورن الذي كي يكذب بأنه بالدين ما أنت قيامة، فذلك كاس الذي كي يذع بوي اليتيم حولا أغنتا ولا يحض من بورنه على ضعام المسكين، المسكين كواحد سيولا قوذيا، فويل وإذن أراد حوص للمصلين كوت كنيان الذي كواسهم عن صلاتهم صلاة ساهون الممسن، والذين كواسهم يراؤون ضدك استصيان ويمنعون الديدين الموعون على الطير والسكوك المياه. متن نواقض الإسلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. نواقض الإسلام. اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. الأول الشرك في عبادة الله تعالى،
قال تعالى إنه من يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. الثاني من جعل بينه وبين الله وصائد يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم كفر. الرابع من اعتقد أن بعد النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه وأن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. السادس من استهزأ بشيء من دون الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. السابع السحر ومنه الصرف والعطف من فعله أو رضي. والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الثامن ظاهرة المشركين ومعانتهم على المسلمين. قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعوا الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم قدر الخروج عن شريعة محمد عليه السلام فهو كافر. العاشر دين الله تعالى لا يتعلم ولا يعمل به. قوله تعالى ومن ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولا فرق في هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره وكلها منها أعظم يكون وقوعا أو أكثر ما يكون وقوعا فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه وآليم عقابه. وصلى الله على خير خلقه وعلى آله وصحبه وسلم. سلم الوصول إلى علم الوصول في توحيد الله واتباع الرسول. التأليف حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. بسم الله. أبدأ بسم الله مستعيرا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوس والرحمن من جل عن عيبي وعن نقصاني. وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى والدين الحق. صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا. وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل. فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على قدير الباقي. متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ جواب ولد في ربيع الأول من عام الفيل في مكة المكرمة. سؤال ما نسبه صلى الله عليه وسلم؟ جواب هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة. سؤال ما اسم والده ومتى توفي؟ جواب اسم عبد الله بن عبد المطلب توفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بدن أمه. سؤال اذكر بعد أسماء الرسول وما أشهرها. جواب محمد أحمد الماحي الحاشر العاقل وأشهرها أحمد ومحمد. سؤال كم مرة ورد اسمه محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم؟ جواب ولد فيه 4 مرات. سؤال من أعمامه صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا ومن بقي منهم في الكفر بعد نبوته صلى الله عليه وسلم؟
جواب أسلمت منهم حمزة والعباس وبقي في الكفر أبو طالب وأبو لهب. سؤال من أمهات إرضاعه صلى الله عليه وسلم؟ جواب ثويبة وحليمة السعدية. سؤال أين استرضع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ جواب استرضع في بادية بني سعد. سؤال ماذا حدث له وهو في بادية بني سعد؟ جواب وقعت له حادثة وشق صدري. سؤال ماذا فعلت حليمة السعدية بعد هذه الحادثة؟ جواب رددت إلى أمي بعد أن خشيت عليه. سؤال ما اسم أم النبي صلى الله عليه وسلم وأين ماتت؟ جواب اسمها آمنة بنت وهب ماتت بالأبواب. سؤال من كفل النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أمه؟ جواب كفله جده عبد المطلب. سؤال كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاة جده عبد المطلب؟ جواب كان عمره 8 سنوات. سؤال سافر الرسول صلى الله عليه وسلم مع عمه إلى شام وعمره 12 سنة فماذا رأى في هذه الرحلة؟ جواب رأى ريبا يسمى بحيرة. سؤال ماذا عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في صغره؟ جواب عمل بالرعي والغنم. لأشرف البرية للعلامة ابن أبي العز الألفي رحمه الله. الحمد لله قديم الباري ثم صلاته على المختار وبدأ كثيرة الرسول منظومة الموجودة الفصول المولد في عاشر فضيل ربيع الأول عام الفيل لكنما المشهود 12 في يوم 2 ذروع الفجر ووفق 20 من نيسان وقبله حين وبحانا موتة من غمد فاطمة جاءت به مرضع سليمة حليمة لأمي واتت به لأهلها كما أرادت فبعد شهرين شقاق بطني وقيل 4 من سنة وبعد 16 جاي وفاة أمي على أبواي وجدوا لأبي عبد المطلب 8 مات من غير كاذب وبعد تطيب الخادمة ثم إلى الشام رحل وذلك بعد عام من قناة وسهل من أمري بحيرة مستهر وصار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 ذكورا لأمنا خديجة متاجرة وعاد في رابحة مستبشرة كان عقده عليها وبعده إفضاه إليها وولدوا منها قال إبراهيم فالأول القاسم حاز تكريم وزينب رقية وفاطمة وأم كلثوم لهن قاتمة وظاهر طيب وعبد الله وقيل كل اسم لفرد زاهي وقيل في حياتي ذاق الحمام وبعد فتنام وبعد وفاتها 3 حضر بنيان بيت الله لما اندثر وحكموا وردوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود ثم وبعد عامين 40 أرسلا في يوم 2 برمضان أو ربيع الأول وسورة الإقراء والمنزل ثم وضوء وصلاة على ما جبريل وهي ركعة محكمة. سؤال من ربك؟ جواب ربي الله ورب كل شيء ومليكه. سؤال من الذي خلقك؟ جواب الله الذي خلقني وخلق الناس جميعا. سؤال من الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر؟ جواب الله الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر. سؤال من الذي خلق الأرض التي نمشي عليها؟ جواب الله الذي خلق الأرض التي نمشي عليها. سؤال من الذي خلق الجبال بأنواعها المختلفة؟ الله الذي خلق الجبال بأنواعها المختلفة. سؤال من الذي ينزل المطر من السماء؟ جواب الله الذي ينزل المطر من السماء. سؤال من الذي خلق الأشجار وأخرج منها الثمار؟
الله الذي خلق الأشجار وأخرج منها الثمار. سؤال: لماذا خلق الله الخلق؟ جواب: خلق الله الخلق لعبادته وطاعته. سؤال: اذكر بعض أنواع العبادة. جواب: منها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والذبح والاستعانة والاستغاثة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء والعبادة. رواه أبو داود وغيره. سؤال: ما دينك؟ دين الإسلام. سؤال: ما أساس الإسلام؟ جواب: أساس الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. سؤال: ما معنى الإسلام؟ معناه الاستسلام بالله التوحيد والانقياد له في الطاعة والخلوص من الشرك. سؤال: لماذا نقوم جميعا لأداء الصلاة عند السماع الآذان؟ جواب: لأن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد النطق بالشهادتين. خلق الله الملائكة. جواب: خلق الله الملائكة من نور. سؤال: مما خلق الله آدم؟ جواب: خلق الله آدم من طين. سؤال: مما خلق الله الجن؟ جواب: خلق الله الجن من نار. سؤال: اذكر أسماء بعض الملائكة والأعمال الموكلة إليهم. جواب: جبريل عليه السلام وهو مكلف بتسليم الروح. ميكائيل عليه السلام وهو مكلف بإنزال النور. إسرافيل عليه السلام وهو مكلف بنفخ الصور. ملك الموت وهو مكلف بفقد الأرواح. سؤال: ما عدد السماوات؟ جواب: عدد السماوات سبع. سؤال: ما عدد الأرضين؟ جواب: عدد الأرضين سبع. سؤال: ما عدد أبواب الجنة؟ جواب: 8 أبواب. سؤال: ما عدد أبواب النار؟ جواب: 7 أبواب. سؤال: من أول إنسان خلقه الله؟ جواب: أبونا آدم عليه السلام. سؤال: ما الشيطان؟ جواب: كل ما هو بعيد عن الخير قريب من الشر منه وهو. سؤال: من المغضوب عليهم؟ جواب: المغضوب عليهم هم اليهود. سؤال: كم فرق اليهود؟ جواب: فرق اليهود واحد وسبعون فرقة. سؤال: كم فرق النصارى؟ جواب: فرق النصارى 78 فرقة. سؤال: كم فرق هذه الأمة؟ جواب: فرق هذه الأمة 73 فرقة. سؤال: ما الفرقة الناجية؟ جواب: الفرقة الناجية هي المتمسكة بمنهج رسول صلى الله عليه وسلم وصحابته وهو الكتاب والسنة. والصلوات والطيبات. السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الدعاء بعد التشهد الأخير قبل السلام. اللهم إني أعوذ بك عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت ما أسرفت وما أنت أعلم به من أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. الحمد لله إلهي ما أسكال نقول kulmiyey munaasabadan lagu sharfayo quraanka kariimka ah. Dadku munaasabado badan bay ka qayb galaan iyo xaflado badan, laakiin xafladda ugu sharaf badan waxa weeyaan inaad soo xaadirto meel ilaahay quraankiisa lagu karaamaynayo lagu darajaynayo. waa muxuu ahaayay fadl ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nasiyey iyadoo ay tahay maanta bil ramadaan oo muxuu ahaayay maalmaha fadliga badan ay ku jirto. haddana waxaan u fadhinaa quraankii
muxuu ahaaye ardadii ku tartamaysay annagoo ardada macnaha tashjiicinayno oo dhiirigelinayno marka arrintaas waa fadl ilaahi subxaanahu wa tacaala uu na siiyey marka waxaa loo baahan yahay ikhwata alacizaa in aynu mar kasta marka xafladaha qur-aanka nooloogu yeero aynu ka soo qayb galno ardada iyo carruurtannada aynu tashjiicinno oo dhiirigelinno oo qur-aanka u dhiirigelinno ayaa loo baahan yahay fadaa'isha qur-aanka wax la soo koobi kara ma aha wax badan waad maqasheen waad dhegaysateen oo muxuu ahaa idaacadaha ama muxaadarooyinka culimmada ka dhegaysateen haddii aan wax yar ka soo qaabto fadliga ilaahi subxana wa taala qur-aanka u siiyey khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamahu xadiidkaa caam weeye dadka waxaa ugu fiican oo ugu khayr badan ninkii macnaha qur-aanka barto dadkana ku muxuu ahaa sii baro khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamahu marka isagana sii gudbiyo kaasaa dadka u khayr badan marka inaan ku sifowno sidaas ayaa la doonayaa oo noqono dad muxuu ahaaye qur-aanka baranaya haddana sii gudbinayo ilaahi subxana wa tacaala qur-aanka markuu ka hadlayay wuxuu yihi allahu nazala axsana alxadiidi كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد الله يبي ونزل ومتك دجي أحسن الحديث الشاكم يدعو فيه عن كتاب مونوس دجي مثانية لبلبعة مرة أهل النار كهضيا مرة أهل الجنة مردتك وانا أكسن بكهضيا مردتك محاها مجرمين تدنبيلاش كهضيا ولبلبعة وازدوا صعبا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات مركا لشيء كوانا سمين إن الذين كفروا هذا يلا دبريجا مركا والله والله مثانية تقشعر منه جلود الذين أي قمر عيون يسوع دتك محوها يخشون ربهم وإله كبا جلد جودا يهرق جود وقمر عيون يو ومعناه وجرعون يو ثم تلين جلودهم وقلوبهم ويجل عيسى هرق جودا يا مقار جودا وجل عيا إلى ذكر الله قرآنك ولا يجرع ذلك هدى الله يهدي به من يشاء كاوهنوك إلهي سبحانه وتعالى عدو ضنوك هنونا ومن يضلل الله عدو إلهي اللومينا فما له من هاد وحنون كرتا مجرتوي بركة فضائش قرآنك وفربا يا إخواني إلهي آياتك الحكوليه كتاب أنزلنا هذا كتاب أنزلناه وكتاب أنسود الجنوي مبارك أولا بركي ليدبروا آياتي آياتي سنة كنت تدبرتان أطفر في التدبر كوعوين إن المعنيه فهميسو ست محوها ديرن أو أخرنيسو ست دقن أو أخرنيسو وليتذكروا أولو الألباب دتك عقلك وصاحبنا أي الله سبحانه وتعالى كحستان بركة قرآنك فضيسو وأحل سوى كوبي كرمان النبي صلى الله عليه وسلم حديث كانوا يقول ما اجتمع قوم بيت من بيوت الله دتكم كل مان قريها إلهي كمن سلم مساجد وكله يدارسون أيوة معنا قرآن قصب عنايو آخرنا ويتلونه قرآن كآخرنا إلا waxaa hadaysaa yeelaan waxaa daboosha raxmad malaa'igta isku gadaanto malaa'igta yaa isku gadaanto iyo macnaha ka raali ah waxna waxay akhrinayaan marka waxa la doonayaa inay mar kasta aynu quraanka akhrino oo aynu ku amal falno oo ilmahana aan la xisaabtano oo quraanka ku dhiirigelino oo ku tashjiicina la doonayaa nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri xadiis saxiix al-qur'aanu والصوم يشفعان قرآن كصوم ويشفع قاضيان مالت القيامة قرآن كحوليه ربي جيو منعته محوها النوم هردي بان كريبة هردي بان كعلية صوم كانوا عورها منعته الشراب عنتدي يبيه يوحج على رب بان كريبة ويشفع قاضي وأورجينيان مركو حال ربا قرآن إن أن كسفونه صفاء إذا أن قرآن آخرنا أن كتدبرنا أيال الدنيا فضيسة أدب فربنا النبي صلى الله عليه وسلم حجري markuu fadhiga quraanka hadlay wuxuu yiri ninka quraanka yaqaano oo muxuu ahaay quraanka si fiican u xifdisan wuxuu la mid yahay maca safarati alkiram albararati malaa'ikta safarada leeyahay quraanka haysa xifdisan yuu maceeda yahay ula jooga malaa'iktaas ayuu maceeda yahay ula jooga midka baranayana oo quraanka uu dhibayana falahu ajran laba ajr buu leeyahay dadku waa laba nooc dad ruux waa ruux xifdiyay oo quraankii bartay qofna وقف محوها قرآنك كل رفاتن أو لدال دعيو لكن دالكم بحي وقتكم بحنا محوها كل داليو روحس لما أجرب لي السجن وعقل النبي صلى الله عليه وسلم ما أنت قيامه وحل الله روح قرآنك يا اقرأ قرآنك آخر ورتل قرآنك ترتيلك آخر ست تجويدك آخر
اسكب بوبسين هبان مثور سيدي قبل اخر القران كسي ترتيل واخر ورقه جرانجره الله دغ جرانجره كور فان اخر منزله من غريغاده waxa weeyaan aayad u dambaysa aad akhrish meesha ku dhamaato yaa dagaysa hadii marka mesela hada quraanka birbaas aad ka bilawdid oo tartiil aad ku akhrisid jaraanjarna aad ku sii socotid ma marinaysa guri meesha dagaysid ma marinaysa meel aad u fog weeye annabi sallallahu alayhi wasallam sheegay dadka aakhiro inay dadka hadda xidigaha cirka saan u aragno kale iyagoo jannada isku jiro inay is arkayaan oo dhahayaan hebel meeshaas uu degan jaraanjaradiisa marka macnaha gurigiisa waa meesha xidigaas macnaha lama gaari karo weeye dadka ma darajay kaleeyeen marka darajooyinkaas yaa aakhiro jiro waxaana lagu helayaa quraanka ayaa lagu helayaa fadliga quraanku aad buu fadli badan yahay waxaan aad u baraarujin rabaa oon aad u baraarujin doonaa insha Allah taala in anagu ardada barna kaliya ma ahayn dadka waaweyn inay quraanka bartaan waqti baad haysataan ta 24 saac hal waqti ka bixal saac ama 2 saac kugu filanada oo quraanka ku barto ilmaha yar ee quraanka u soo dirayna waxa kaga awlisan dadka waaweyn inay bartaan oo canugaadii wuxuu akhrinaya aad fahmayso oo muxuu ahaay aad lafta ihtimaam siinayso ayaa la doonayaa maxayeen tawxiidkii bay akhriyeen siiradii bay akhriyeen dadka waaweyn ee hadda ma aragtay jaamacadaha ka baxay waxay akhrinayeen bay akhrinayaan ma hadda bacdallahi waxaan u mahad celinayaa culimada macallimiintii waa soo dadaasheen waxaan leeyahay dibtum wadaaba mamshaakum si fiican baad u dadaasheen وتبوأتم من الجنة منزلا إن شاء الله مركا وحلينا معلمين تواد داشين علمه سي وحود ديارين وآخرنا ين إسكماي برانين دادن بجهد كوب بحي أو برا مركا معلمين أو مدير كود وين هاي وحان لنا شكرا جزاكم الله خيرا سفي عم بأسود داشين وأنا أرجنا دال كيني مدى معلمين تهلا مدى الله بعد وحان لا هاي والدك إلهي سبحانه وتعالى مركو هلا يحير هذي لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا إلهي مركو ضدك أبوري مرك إلهي قف كستا وحوكه بيعرور قف وحوسي ويلل قفنا وحوسي قبل قفنا واسكو ضرع كنا مو ودارين بو إلهي ليس بو كدغ عياذا بالله إلهي ما كما قلنا marka waxaad ogaatiin ilmaha la dhalo inay ka fiican tahay in la tarbiyeeyo ilmaha marka dhasho oo barbaariso waxa fiican inaad diinta islaamka ku tarbiyeyso dhalmadii waxa inay ka sii adag tahay in diinta islaamka lagu tarbiyeeyo salaadii in la baro rasuulka kaleey salaatu salaam wuxuu yiraahday muru abnaakum lisalaati wa hum abnaa'u sabhin ilmaha salaada amra markay tadaba jir ay gaaraan toddoba markuu gaaro waxa la rabaa waalidka inuu baro salaada toban haduu gaarana waxa la rabaa inuu ku garaaco cunuga marba haduu toban gaaro bambaleses mala waxa la rabaa in la qabsado la cadeeyo salaada lagu hagaajiyo haduu toban gaarana wuxuu rasuulka kaleey salaatu wasalaam ilan wa tarbiyadii وفرقوا بينهم في المضاجع guriga ay seexanayaanna kala geeya wiilasha gabdhaha ay isdhax seexaneen waa tarbiyada ilmaha waxaan doonayaa marka hore inaan u mahad celiyo marti sharafte waqtiga inta soo qaadatay maanta noo imaatay dugsigaanagi aad baa u mahadsantihiin wajazaakumullahu khayr ilaahi miisaankiina xasanaadka idigu shubo midda labaad waxaan rabaa inaan u mahad celiyo martida kale ee nala joogta maanta tan saddexaadna waxaan rabaa inaan dhaho culimada ilmaha anaga maanta wax ka soo saartay wallahi markaan meeshan soo galay waxaan islahaa masaajidka waa garan waayo marka kor markaan ka soo galay kaliya xalfada waxay ugu igaga filnaatay macnaha maanta inay hooshii hore wax ka bedelantay waxaan nooga muuqday maanta ilmaha anaga inay juhdi aad u weyn la galiyay oo qaarkood quraanka ay bogeen oo shahaadooyin ay qaadanayeen ay soo saareen macnaha ilmo aad u tayo leh culimada aad bay u mahadsan yihiin boqolkiiba boqol anaga waxaan naga rabaa marka waalid hadaan nahay sanadkiisii markaan meeshan isku imaanay waxaan u maleyn waxaan ka wada hadlaynaa waxay ahayd wax yar ka bedelantan oo ahayd bal ilmaha uniform aan u xirno ilmaha isku yar toosino maanta tii ay ahayd waan ka soo gudubnaan u maleynayaa step kala joognaa maanta alxamdulillah laba shay baan rabaa inaan ka hadlo oo culimada aad oo ugu soo celin oo ka hadleen kow mid u hore waxa waaye
waajib anagana saaran waay oo muxuu yahay waalid haddaan nahay qodobkaasaa xoogaaga isu yarjiitay oo aan doonaya inaan dul istaago waa waajibkana saaran waxaa waaye in aan ilmaha hortooda markaan joogno xaafadde aanan isku buuqinoo annaga aan isqabsanin macnaha taas ayada oo keenayso ilmaha jab weyn u keenayso waxaa la rabaa annaga dhexdaanada inaan ilmaha annaga aan tusno isku xirnaasho wanaag iyo isku toosin annaga tusnaa la rabaa qodobka waa qodob aad u wanaagsan atamaasuk al-usra waaye waa macnaha waa qodob aad u wanaagsan waaye qodobka asaga ayaa sheekha aad ugu noqdeen muxaadarooyinkii waana loo sheegay kolley wixii ku filan diinta iyo fadl qur'aan iyo sheekh Idris baa ka hadlay anaga marka waajibkana saaran waa inaan ka soo baxno waajibkii waalidnimada inaan ka soo baxnaa la rabaa haddaan middaa dul istaago dugsiga anagan aad buu u dayacan yahay taagnada aan taagannahay albaabadii baa qaarkood dhaceen qof kastaba gurigiisa wuu ka warramaa raangi buu mariyaa wax buu ka hagaajiyaa anaga hadda wax kaloo aan culimmada hadda ku tarayna maanta ma jirto ninkii 5 ilmood lahaa waxaa laga yaabaa hal cunug mise 2 ilmood inuu wax ka bixin hayo wixiina markay bisha 15 16 sii marayso inuu wax yar laga soo qaadayo laga yaabaa masalaga waa in 2 bilood 3 bilood isku gaarayso muddo badan waan ka soo hadalnay waxaan doonayaa taa ayada inay soo afjarmato sanadkiisa aan ka hadlin meeshan culimmada waxay ka hadlaysaa waxaa waaye inaan dadaal samayno oo culimmadii aan ogaano anaga taa ayada ma hayno runta markaan isku sheegno taa ayada ma hayno dugsigaana waan ka warqabnaa xalfadan hal isku soo hagaajiyay markii la yiri waxa ka qayb qaatay wajari dadka ka qayb qaatay waxaan iskama imaanin meeshan hadda taagnada aan taagna sidaan u quruxsan waxaan ku dii lacag baa keentay iskama imaanin marka waxaan iga codsanayaa waalidka inaan sidan wax ka bedelno ilmaha waxa u taala haan yar oo 500 kun oo ay 500 litir oo jawaab baa u taala oo biyo lagu shubaa waxa uu shubaa anaguna ma jirta ma jirto waxaan u malaynay maanta iskuul maanta la dhaho iskuul markii la dhaho waa la xirraa fiidi waxa kuma jirto waa la xirraa markii la lacag gaar oo aan bixinaa jirta cunug 3 kun laga qaadan ma jirto iskuul anagana 1500 baa naga le oo ilmihii dugsigooda marka anaga dugsiga meeshaan geeyno oo ilmaha naga tagayeen assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh wala ilaad Allah subhanahu wa ta'ala ay u sugnaatay mahadda hore Allah soo soo gaarsiiyay ramadaanka kariimka in badan oo ramadaanka isku diyaarinaysay ayaa la oofsaday anaga laakiin nasiib waxaan u yeelanay inaan ramadaankan aan ka faa'iideysano ilaa 15 noo tahay marka insha Allah ta'ala intii dhimatayna Allah u naxariisto inta bugtana Allah caafiyo inta caafimaad qabtana Allah u taameelo inta waa ducaa walaalayaal wax badan oo aan ka sii hadlayna mala sababtay tahay raggi nagu horeeyay ayaa culimada ahaa iyo raggi kale mas'uuliyiinta ayaa ka hadleen waxa kaliya loo baahan yahay waxa waaye waxan waa tacliintana maxay rabtaa garab iyo dadaal fara badan garabka ugu koowaad waxa laga rabaa waalidiinta maxay yeelay waalidiinta ayaa maartay ardayda dhaleen ardaygaadana adigu baa ogaan kartaa adiga marka macalinka garab uu ka rabaa macalinka maartay ardayga ama mar fiican waqti fiican u soo dirto oo maartay inuu ilaahay yiraaho aad ogaata ardaygaada meel uu ku sugan yahay waxyaalo badan laga hadlay laakiin aan mar inaan wax badan ka sii hadlo sababtay tahay waa laga hadlay in lagu noqdo ma aha maxaa dhiman baa loo hadlaa aniga mid kaliya rabaa inaan ka hadlo oo badan waxa waaye nadaafadda ardayda inaan ka shaqeeyno nadaafadda maxaa waaye ardayda waa in loo soo diraa dugsiga ama tacliinta ayagoo soo qaweysteen oo maartay dhar fiican soo gashadeen oo qaarkood waliba kuwa ragga maartay cadar loo soo mariyo ayagoo carfayaan ee macallimiintu u maadaan lama rabo arday dhidid ka soo urahayo oo maartay aan qaweysanin maridiisa urayso inuu dugsiga meesha tacliinta imaado horta bal midda nadaafadda aan ka dadaalnaa waalidkana midda kale macallimiinta waxaan u maleynay meeshan dugsiga ama taxfiidda noo dhigaan waxa kaliya ee maartay garab ka rabaan waa annaga waalidka annagana sida hadda la sheegayo garab naga ma helaan sababtay tahay hataa dhaqaalihii yaraa ee meesha ku baxay aan ku bixinayna si fiican uma bixino marka macallimiintana reeray leeyihiin reerahooda xagga reeraha in laga dhiso inay maartay la garab qabto ay u baahan yihiin marka annaga garab qabana ay ayagana maartay ardayda ka dadaalayaan laakiin macallin laga yaabo inuu baahan yahay inuu cidiisaba maartay ay wax dab shidanin dhibaato culaysyo fara badan iska jiraan xagga tacliintana maartay sida la rabo uma sameeynahay marka walaalayaal waliba gabdhaha khaasatan caruurta dhaleen
macallimiinta ducada idinka ducada la rabo inaad ka qaadatiin midii jubad shaah keeni karto maartay 4 saac oo kale ay keento midii maartay xoogaago dollar u soo galo maartay macalinka kaar u soo tuurto maartay bishi kale la sugin anagana laga rabaa marka taaliinta iyo maartay diinta Ilaahay aan garb u noqono aan u garb istaagno Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay ninku Ilaahay khayr la doona diintu waafajiyaa marka diinta ay maartay aakhiriya adduunba diinta bay noqotay marka diinta anaga la rabo inaan ku dadaalno ardaydeena ku dadaalaan marka ardaydana waxaan leeyahay idinkana tacliin ma fududo marka wax la baranayo way culusta gaajay leedahay oon bay leedahay rafaad badan bay leedahay hurdo la'aan bay leedahay waxa soo dhan ku samirtiin oo waxa la rabo maartay diyaar u noqotiin aad oo faraxsanahay maanta in aan markasku aan soo xirnay oo aynu sanad dugsiyeedkii maartay soo socday aan maanta xafladiisa halkan ku qabanay halkaas oo ay ku qalin jibinayeen arday qaar ka mid ah oo shahaado iyo maartay quraanka xifdiskiisa iyo matuun maartay sharciga ayaa lagu siinayay shahaadooyin aad baan ugu faraxsanahay ka soo qaybgalayaasha iyo dhammaan xumaad celinaya ka soo qaybgalayaasha iyo dhammaan saxaafadda iyo waalidiinta iyo culummo badan oo naga soo qayb gasheen aad baan ugu mahadsan yihiin insha Allah ta'ala waa fasax yar oo ramadaanka wixii ka dambeeyo waa la furi doonaa insha Allah ta'ala wixii 6 shawaalka ka dambeeyo insha Allah ta'ala waa la furaya ardada shahaadooyinka qaateen waa 6 canug oo 2 gabdhood iyo 4 wiil way darajooyinka say u kala galeen darajada koowaad oo mumtaaska waxa gashay 4 canug darajada labaad ee jayjidan ahna waxa gashay 2 canug intaas 6 canug ay ka koobnaayeen waana dufcadii koowaad oo maanta ka qalin jabiso markayska mubaarak tahfiid quraan kariim kullukum jiddun wa himma wa 'ala al-akhlaq qimma في الخطوب المدلهمة قدوة للحائرين قدوة للحائرين بردت كل الطيور وزهت دنيا الحبور ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين بركت كل الجهود إذ وفيتم بالعهود كلنا ضمن الشهود لمساعي المحسنين لمساعي المحسنين وردت كل الطيور وزهت دنيا الحبور ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين في سني الثانوية كانت الدنيا هنية مثلما قلب الصبية كان للطهر معينا يا رفيقاتي وداعا أنرى بعد اجتماعا هل يقال الحب ضاع بعد حلوات السنين بعد حلوات السنين وردت كل الطيور وزهت دنيا الحضور ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين في جنان الخلد نلقى بعضنا والله يرضى وإلى الفردوس نرقى في ثناء المرسلين في ثناء المرسلين وردت كل الطيور وزهت دنيا الحبور ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين كل الطيور وزهت دنيا الحبور ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين